أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. إيه اللي يخليك بقى تتغلب على الحكاية دي؟ قال لك الجأ إلى ربك بقى، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكأن تسبيح الله وهو تنزيهه ذاتا وصفاتا وأفعال إنما يكون سلوة المؤمن حين تضيق به أسباب الحياة. فحين يفزع الإنسان إلى ربه من قسوة الخلق معه يجد الواحة النفسية التي تريحه، لأنه يأوي إلى ركن شديد. وقلنا إن الجماعة العارفين بالله شرحوا هذه القضية ليوجدوا عند النفس الإيمانية عزاء عن جفوة الخلق له، فقال: إذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يؤنسك به. نعم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك. والتسبيح هو التنزيه، ومعنى فسبح بحمد ربك لأنك إذا نزهت الذات أن تكون كالذوات فاعلم أن ذلك لصالحك أنت. ذاته مش زي ذواتنا، لصالحك أنت. صفاته مش زي صفاتنا، لصالحك أنت. أفعاله مش زي أفعالنا، لصالحك أنت. فإذا عز عليك سبب من الأسباب فالجأ فيه إلى الله. ليه؟ لأن فعله مش هو فعلك، وصفته مش هي صفتك. أنت تقدر وهو يقدر، ولكن قدرتك قدرة أغيار وقدرة عجز وقدرة مقولة بالتشكيك. فيبقى من مصلحتك أن تكون قدرة ربك ليست كقدرتك، تكون أوسع من القدرة. يبقى من مصلحتك ولا لا؟ فمصلحتك بأنه يبقى منزه ذاتك ومنزه صفات ومنزه أفعال لصالحك أنت، لأن ده اللي هيجيب لك صفات الإيه؟ صفات الخير. لما يقول مثلا الله سبحانه وتعالى منزه انه ينام لانه قيوم، دي لمصلحتك ولا لا؟ ده كانه بيقول لك نم ملء جفونك لانني ما بنامش. الله، اذا تنزيهك له في صفاته لنفعك ولا لا؟ فساعة ما تنزه اعرف ان التنزيه ده عشان يجيب لك نعم، وما دام عشان يجيب لك نعم يبقى لازم تصحبه بالحمد انه منزه. احمد ربك تاني على انه هو منزه ان يكون مثلك ذاتا او صفات او ايه او افعال. اوعى تفتكر ان دي يعني قال لك لان، ولذلك احنا قلنا حتى في البشر اذا كان انسان يتفوق في شيء النظرة الايمانية انك تجعل التفوق ده لصالحك. لان تفوقه في عمله ده يمكن هو في مصلحته الخاصة لا يوظف كل توفيقه في عمله. ولذلك يقول لك باب النجار مخلع، انما لما يعمل باب لواحد تاني يبقى اذا تفوق في صنعة يعود على مين؟ اي واحد خياط كويس لانه هيخيط لك انت كويس، وانت وحش في صنعتك، ما هي وحشتك في صنعتك ده عايده عليه هو بالضرر. يبقى لما تشوف واحد متفوق عليك في صنعه قول دي ما هي اللي هتعود عليه. بنا بيبني كويس مثلا، يبقى لما يكون متفوق في صنعه مش تحقد، لا، قول تفوقه في صنعته هذا سيعود ايه؟ سيعود علي بالخير. كذلك تنزيه الله ذات وصفات وافعال عائد بالخير عليه، وما دام عائد بالخير عليه يبقى يجب في التسبيح احمده على انه سبحانه، احمده لانه هو منزه عن هذه الاشياء. فسبح بحمد ربك. وما دام هتسبح بحمد ربك بقى يبقى التسبيح التنزيه ده جاء لصالحك، لانه ياتي لك بالايه؟ ياتي لك كل الله لا يخلف الوعد. احنا كلنا يمكن نوعد ونخلف، ننزه الله ان يخلف وعده، لان ده صالحك انت، لانه وعد المتقين الجنه. يبقى في صالحك ولا مش في صالحك؟ تبقى ساعه ما تنزه تحمد، وما دام هتنزه وتحمد تبقى انغمرت بالنعمه، وما دام انغمرت بالنعمه زد خضوعا للمنعم فاسجد وكن من الساجدين. وكن من الساجدين، السجود ده هو المظهر الواسع للخضوع. ليه؟ لان الانسان له وجه اللي به الوجاهه وبه لقاء الناس. الانسان لما يكون ماشي كده وبعد ذلك تيجي حاجه بترتشه طين ولا اي حاجه، اول ما يعملش كده يوضب دي الاول. الوجه ده هو الموجه، يبقى اللي بيجيب اشرف حته فيه واحسن حته فيه ايه؟ ويخضعها له. اما قال لك ده خضوع ليعطي العزه، خضوع ليعطي الايه؟ انا بخضع لواحد عشان يعزني على الكل. اما خضعتش للواحد دي كل واحد احسن مني في حاجه هسجد له واخضع له. ولذلك يقول لك اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه.
خلاص ترتاح 24 قيراط. والسجود الذي تجتويه، السجود اللي انت بتكرهه ده ويجي جبهتك على الارض ومش عارف ايه، من الوف السجود فيه نجاته. نجاك من السجود لمظاهر القوى المختلفه، ويعزيك انهم يسجدون ايضا معك، مش انت اللي بتسجد لوحدك. يبقى اذا تسبيح تنزيه ياتي لك بالنعم، وما دام ياتي لك بالنعم يبقى لازم فيه حمد على النعم، وما دام فيه حمد على النعم يبقى زيد خضوعا لمين؟ لله. الخضوع دي اللي هو المظهر، ان هو يقول لك ده مظهر ايه؟ ده عبوديه دي. يقول له انت كاره العبوديه ليه؟ اللفظ ده بتكرهه ليه؟ لانك انت شقيت بعبوديه البشر للبشر. عبوديه البشر للبشر شقيت به. ليه؟ لان احنا قلنا زمان ان عبوديه البشر للبشر بتعطي السيد خير العبد، لكن عبوديه الانسان لله بتعطي العبد خير السيد. فيبقى نقول له احسن بقى. نعم. فسبح، ادي واحده، بحمد ربك، مصحوب بالحمد. ليه؟ ونتيجه لهذا كن من الايه؟ كن من الساجدين.